متعودين نعمل المحشي في حلة لوحده ونسلق الفراخ في حلة لوحدها. تعالوا النهاردة نغير كده ونحط الاتنين على بعض في حلة واحدة ونشوف النتيجة مع بعض. هنعمل النهاردة ان شاء الله محشي كرنب ونحط الفراخ في قلب الحلة معاه. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ في التسبيكة بتاعة المحشي عشان هي اكتر حاجة بتاخد وقت معايا. حطيت حلة على النار فيها شوية من الزيت ونزلت بالبصل المفروم. طبعا كمية البصل لازم تكون كبيرة في المحشي. عملت فرمت بصل في الكبة وحطيت عليه 2 من الفلفل، سواء فلفل اخضر او احمر، اي حاجة متوفرة عندك. الفلفل بيدي تست حلو للمحشي. هقلبه شوية كده على النار لحد ما يدبل معايا. كمية البصل دي حوالي نص كيلو، هسيبه بس دقيقتين على النار لحد ما يدبل، مش هسيبه لحد ما يحمر. واول لما البصل يدبل معايا هبدأ انزل بمعلقتين كبار من الصلصة عشان يعززولي لون التسبيكة. هقلبهم كويس كده مع البصل، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعي، ولازم يكون عصير الطماطم كمية كبيرة كده على قد كمية المحشي اللي انا هعملها، عشان يكون المحشي بتاعي احمر كده وجميل زي بتاع زمان اللي كنا بناكله في بيوت اجدادنا. هبدأ بقى انزل عليها بالبهارات. حطيت 3 معالق من الملح ومعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من بهارات المحشي. هي دي البهارات بس اللي انا هحطها عليها، مش هزود كمية البهارات، يدوب حاجة بسيطة كده عشان ما تغيرليش في طعم المحشي. وهسيبها على نار عالية لحد ما تتسبك معايا. اول لما الاقي المادة الدهنية فصلت ورفعت معايا على الوش كده، الطماطم بتاعتي اتسبكت معايا او الصلصة اتسبكت معايا. هطفي النار وبعد كده هضيف الخضرة بتاعتي، عبارة عن كزبرة وشبت وجزء صغير جدا من البقدونس، وممكن ما تضيفيش بقدونس، والرز بتاعي يكون مغسول بس مش منقوع. وضفت بصلاية مفرومة، وممكن تضيفي شوية من النعناع لو بتحبي تست النعناع في طعم المحشي. هقلبه كويس قوي لحد ما اخلط كل المكونات مع بعضها، وكل ده على البارد عشان الخضرة ما تسودش معايا. هشيل الخلطة احطها في اي صينية عندي تكون مفرودة عشان تبرد معايا، وفي الوقت ده ابدأ ان انا اتبل في الفراخ بتاعتي. هتبل الفراخ في نفس الحلة اللي عملت فيها التسبيكة، منها هناخد من طعم التسبيكة ومنها هنقلل المواعين، وهكون استهلكت حلة واحدة بس في الاكلة بتاعتي. هنا الفرخة بتاعتي قطعتها على 4 قطع، ممكن تقطعوها على 8 او تحطيها كاملة زي ما هي. وهبدأ ان انا احشي بين الجلد واللحم كده واعمل فتحات فيها. هبدأ ان انا احشي بصل وفلفل مفروم، وحط عليه بهارات ملح وفلفل اسود بس، ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. هبدأ ان انا احمرها كده واجيب معلقة صلصة تانية، اديها كده مسحة من فوق ومسحة من تحت، وابدأ ان انا اقلب على الاتجاهين عشان تحمر معايا كده. شوية الصوص اللي نزل من الفراخ مع معلقة السمنة البلدي هيخلوا طعم المحشي بتاعي في حتة تانية خالص. واول لما الفراخ تتحمر معايا هبدأ ان انا اخد شوية من الدسم اللي نزل ده، احط جزء منه على خلطة المحشي واسيب شوية في ارضية الحلة، وفي نفس الحلة هبدأ ان انا احشي. هحط شوية من الورق الاخضر كده في ارضية الحلة، وبعد كده هبدأ ان انا احشي الورق الاخضر وبعده الورق الابيض، واحط الفراخ بتاعتي في النص زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا احشي كل الورق الاخضر واحطه في الارضية بنفس الطريقة. شايفين طريقة الحشو؟ هبدأ ان انا اضغط عليها كويس عشان ما يتفككش معايا ولا يخرج معايا رز. هبدأ ان انا احط كل الاخضر في الارضية بنفس الطريقة كده. ولما اخلص كل الورق الاخضر هبدأ بقى ان انا احشي الورق الابيض كده زي ما انتوا شايفين برضو بنفس الطريقة، واضغط عليها جامد كده عشان ما تفكش معايا وما تنزلش الرز بتاعها. واول لما احشي جزء كده من الحله حوالي النص مثلا، هبدا ان انا احط قطع الفراخ بتاعتي وهكمل حشو عليها، واقطع كده بصلايه حلقات او اي تقطيع، وهبدا ان انا احطها فوق قطع الفراخ واكمل حشو. البصلايه دي برضو بتدي تست كويس قوي للفراخ والمحشي بتاعي. هبدا بقى ان انا احشي باقي الورق حوالين كده قطع الفراخ وفوق برضو لحد ما اخلص كل كميه الورق واكمل حشو الحله للاخر. قطع الفراخ دي هتخرج دايبه جدا هي والمحشي بتاعي، طعم كده زي السكر زي بتاع زمان اللي كنا بنشم ريحته لاخر الشارع. كانت ريحته بتجيب لاخر الشارع. وبعد ما خلصت كل كمية والحلة بتاعتي هبدأ بقى انزل بالشوربة بتاعتي. طبعا كمية الشوربة تكون فوق اخر صف بشوية صغيرين كده عشان ما يعجنش معايا. وبعد ما احط الشوربه بتاعتي زي ما انتوا شايفين فوق الصف الاخير بشويه كده صغيرين، هبدا ان انا احرك الحله بتاعتي عشان اتاكد من كل الصفوف واصل لها شوربه، وما يكونش الشوربه متكومه في اتجاه والاتجاه التاني ما فيهوش شوربه، وما يكونش معجن معايا او الاقي جزء مستوي وجزء ني. واتاكد من الحله تكون مظبوطه وما تكونش مايله في اتجاه او حاجه او جزء اعلى من جزء. غالبا دي كل الاخطاء اللي بلاقيها مع المبتدئين. بعد ما حطيت الشوربة عليها هعلي عليها النار خالص لحد ما تتشرب كل الشوربة بتاعتي. واول لما تتشرب الشوربة هدي عليها النار خالص وتستوي بقى مع نفسها. بصوا ما شاء الله الجمال ولون الشوربة عامل ازاي. وطبعا في حمار كده شوية برضو من الصلصة اللي انا دهنتها على الفراخ. وبرضو التسبيكة بتاعة المحشي احنا حاطين كمية طماطم ما شاء الله يعني حلوة،
فاللهم بارك المحشي كان زي الزبدة. الريحة وصلت لاخر الشارع، واول لما تشرب معايا بكل الشوربة هبدأ بقى ان انا اهدي على النار خالص كده واسيبه مع نفسه لحد ما يستوي خالص. واول لما يستوي هرفعه من على النار واشيل الغطا عشان يبرد معايا شوية وهحطه في طبق التقديم. طبعا هبدأ ان انا اغرف كده بالحلة نفسها، ما ينفعش ان انا اروح بمعلقة عشان ما يتهرش معايا وفي الاخر اقول المحشي اتهرى من ايه. تعالوا بقى شوفوا الجمال والطعامة والمحشي القمر والسكر ده والفراخ اللي دايبة. لو لسه مجربتيش المحشي بالطريقة دي لازم بعد الجمال ده تقومي تجربيه دلوقتي وتقولي رأيك. بجد طعمه تحفة زي بتاع زمان، وريحة السمنة البلدي مدياله تست عالي جدا. المحشي مستوي تسوية مظبوطة، والفراخ مستوية معايا ودايبة جدا، ولحمها طري جدا. قومي يلا حطي المحشي مع الفراخ على النار هتاكلي احلى محشي بجد. لو لسه ما جربتيهوش فانت كده فايتك كتير. اتمنى بقى تجربوا الطريقة دي وتقولي رأيكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.